أحب طحينة السمسم مع التمر، والأطباء ينصحون بأكل التمر مع طحينة السمسم. اقروا عن فوائد طحينة السمسم العظيمة جدا، وحطوها ببرنامجكم الغذائي مع سندويتشات، مع السلطات، مع التمر. لذيذة ومشبعة ومليانة فوائد. ترى الحرارة، عديمة الالتصاق، وعلشان نعطيها طعم أفضل أحب أحمس حبات السمسم، تعطي ترى الحرارة، عديمة الالتصاق. صراحة بتعطيكم نتيجة ممتازة. بشغل الحماصة وبحط الحرارة 160، والتحمس تقريبا 20 دقيقة. تحمس تقريبا، والطعم غني أكثر ومناسب للتمر. عندي لوز وفول سوداني، راح أحمسهم مع السمسم. بسكر الحماسة وخليها تحمس تقريبا 20 دقيقة. نحمسهم على حرارة 160. بعد 10 دقائق شوف الرطوبة اللي جاية بالغطاء، شوف شلون باقي بعد. مس السمسم 20 دقيقة مناسبة بالحماسة هذه على حرارة 160. هذا حمس 20 دقيقة، ما شاء الله الرائحة. تبغون تزيدون الحمس بكيفكم. أول ما نخلص حامس على طول ننزله هنا، لأن الحماسة ترى تبت الحارة، فما يصلح تخلون أي مكون فيها يبرد فيها لأنه بيحترق. شوف الرهيب بالحماسة، تنظيف سهل جدا. هذا السمسم بعد الحمس. شوفوا السمسم قبل الحمس. بضيف السمسم محضرة الطعام. هذه محضرة السيف من التوكيلات التجارية. أول شيء بخلط بدون إضافات، بسم الله. بزيد السرعة واستمر بالخلط. شوفوا الحين حركت تقريبا 3 دقائق. استمر بالتحريك. أول ما تبدأ تثقل بضيف الحين الإضافات. عندي زيت، ممكن تضيفون زيت سمسم، زيت عادي، زيت زيتون اللي تفضلون، ودبس تمر، أو مثلا شراب قيقب بعد اللي تفضلون. رشة ملح، مهم الملح ترى. استمر بالخلط. استمريت بالخلط تقريبا 7 إلى 10 دقائق. تصير معكم الحين من أحسن ما يكون. بسم الله. وهذه طحينة السمسم بالبيت المناسبة للتمر. شوف شلون ثقيلة. طحينة السمسم مليانة طعم وثقيلة مثل ما تشوفون، تلتصق بالتمرة صح. نسوي قهوتنا شوي. نسوي قهوتنا شوي زعفران، قهوة حامسة ثقيلة. أحب أطبخ القهوة 15 دقيقة. هذه ونانة من المزرعة، ما شاء الله الوالد هالسنة هذه كنز ونانة، بس قلت له نزله بالمتجر يقول لا الكمية شوية. أصلح تضبط بالكنز. طحينة السمسم بالبيت المناسبة للتمر، يا هي لذيذة. هذه الونانة ناخذ من الطحينة كذا، يا سلام. حطيت هيل بالترمس